وحشوني أحلى متابعين عندي بكل القناة، ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد مع هالأكلة الحلو اللذيذة واللي الكل بيحبها، واسمها مبروشة. نحنا بنقلها سابلة، في عالم بيقولولها مبروشة، في بيقولولها حجار القلعة، بس أنا ما مرت علي. أنا بعرف إني اسمها سابلة، بمدوها بالجاط أو الصينية عقد الوعاء أو الجاط، وبيقولولها سابلة. ما بعرف مين سماها بهالاسم، بس عن جد عاملة بالمربى غير شكل. أنا هلأ رح أعملكن إياها بالمربى الفريز. هي طبعا أساسها بالمربى المشموش، بس أنا ولادي حبوها بالمربى الفريز ومربى المشموش عن جد. ويا ريت تشوفوا فيديوهاتي، وإن شاء الله عم يعجبكم الفيديوهات، وما تنسوني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل شي جديد. وشكرا لكل مين تابعني. وهلا رح نروح فرجيكم طريقة تحضير المبروشة. يلا نروح مشان نشوف المكونات وكيف بدنا نعمل المبروشة. يا ريت تضلوا معي. هلا قبل ما نعمل المبروشة او السابلة، ما بعرف انتو شو بتقولولها. هلا قبل ما نعملها وقلكن على المكونات، قبل الكل لازم نشعل الفرن على درجة حرارة 180 من تحت لمدة نص ساعة، بعدين منشوفها ومنشعل من فوق. يعني ما بتاخد معنا 30 دقيقة بالفرن. طبعا اول شي منشعل من تحت بعدين من فوق. وهلأ رح فرجيكم هون عنا شوية صغيرة من الزيت منشان ندهن البايركس. لازم ندهن البايركس كله بالزيت مشان ما تلزق معنا المبروشة او السابلة. هلا هون دهنا، هلا بنحطه على جنب وفرجيكم كيف المكونات، كيف بدنا نعمل السابلة. هلا المكونات ولا اسهل من هيك، موجودة بكل بيت. هلا هون عنا 3 بيضات بحرارة الغرفة، وعنا هون برش ليمون بردقان. شايفين حبايبي؟ بيطلعوا شوية صغيرة، يعني نص معلقة. وعنا هون كاسة سكر، كاسة إلا ربع. وعنا كاسة زيت نباتي. وهون عنا ظرف فانيليا وظرف باكنج باودر 8 غرامات. طبعا عنا هون 3 كاسات من الطحين. هلا بدنا ندخلهم سوا. شوفوا حبايبي، عنا طحين هون 3 كاسات، هاي الثالثة. هلا بدنا نحط لهم ظرف باكنج باودر. عن جد جربوها وادعولي، ولا اسهل من هيك، بحبوها كتير ولادكم. عنا هون ظرف الباكنج باودر بنحطه مع الطحين النواشف، بيطلع معلقة كبيرة. طبعا ما بننسى الملح، ملح اهم شي بكل اكلات الحلو. عنا هون رشة صغيرة من الملح. هلا بنخلطهم هيك سوا، ولازم الطحين ننخله مزبوط. هلا نخلهم هيك، شوفوا. هلا نحن رح نحط هادون الطحينات، واذا احتاجت معنا المبروشة طحين اسا بنحط لها. هلا رح نروح على طريقة تحضير المبروشة. هلا مشان ما اطول عليكم الفيديو، رح نعمل البيض. نحط 3 بيضات هون وبرشة الليمون وظرف الفانيليا. وهلا رح فرجيكم كيف وبرجع لكم. حبايبي كيف حطيت البيض وظرف الفانيليا وبرشة الليمون. هلا اللي عنده مضرب يدوي فينه يستعمله. هلا انا حبيت المضرب العادي. هلا بنضل بنخفقهم هيك لحتى يتغير لون البيض، يعني شوي يصير عنا
هيك يعني ما يكون يتغير. هلا بنخفقه لمدة دقيقة، بعدين بنحط السكر تدريجيا. ولا اسهل من هيك. انتم مثل ما قلت لكم حبايبي، شو بتحبوا مربى فيكم تحطوا. هلا بنحط السكر بعد ما خلطنا البيض. شوفوا هيك بدنا اياه. هلا بنحط السكر تدريجيا وبنخلط. انا عم فرجيكم كل تفصيلة. بحب انا نبه كل متابعيني على كل تفصيلة بعملها. طبعا هلا هون حطينا كاسة السكر كلها. يا ريت يلي ما تابعني تابعني. هلا بنخلط كل الخليط سوا، بعدين بنحط الزيت كمان تدريجيا. هلا هيك صار عنا الخليط غير شكل. هلا بنحط الزيت وبنخلط. طبعا كل شوي بشويته عشان يتخلط عنا المزيج. وهاي اخر هلا بدنا نحط الطحين. طبعا نواشف دائما بنحطن اخر شي. هلا رح احط الطحين فرجيكم كيف خلطنا الخليط. يا ريت تضلوا معي عشان ما اطول عليكم الفيديو. وهلا هون حبايبي حطينا كل كمية الطحين. طبعا هلا شوفوا، هلا ما بقى بتتخلط معنا بالخلاط العادي. هلا بس شوي نحركها هيك نشوف اذا العجينة متماسكة ولا لا. اذا الساعة متلزق معنا لازم نحط لها طحين. هلا انا حطيت 3 وهلا رح احط هاي الكاسة نص كاسة من الطحين، لاني حسيت العجينة لسه بدها طحين. شفتوا هلا حطينا 3 كاسات من الطحين. هلا هي النص. هلا بنخلطهم فرجيكم كيف بدها تصير معنا عجينة. يا ريت تضلوا معي وتشوفوا. هلا شوفوا حبايبي كيف صارت عنا عجينة. هلا بدنا ناخد قسم منها مشان نعمل نص نحطها بجات البايركس، ونص او ربع منها نحطها بالفريزر عبال ما نمد العجينة اللي عملناها سوا. هذه هلا هاي بنمدها بالجات البايركس، وطبعا هاي بنحطها بالفريزر لمدة ربع ساعة بس عبال ما تتماسك معنا بالفريزر، ومنشان نبرشها فوق العجينة اللي عملناها سابقا. يا ريت تضلوا معي مشان نبدأ سوا بالبايركس. هلا بعد ما دهنا مثل ما قلت لكم البايركس، هلا بدنا نحط العجينة اللي عملناها. طبعا بدنا نمدها بالبايركس. هلا بنمدها وبرجع لكم عشان فرجيكم كيف بدنا نحط المربى. يا ريت تضلوا معي وتشوفوني للاخير. هلا شوفوا حبايبي كيف سوينا العجينة، مديناها كلها بالبايركس. طبعا لا خلينا شي سميك ولا شي رقيق، خليناها متساوية. طبعا تاكل معنا
لما مديناها بالجات البايركس يعني أكلت معي شي 2 3 دقايق وأنا عم مد فيها. لازم تكون المدة لإلها يعني لا شي سمك ولا شي رقيق، لازم تكون مدة واحدة. شايفين كيف؟ هلا بدنا نحط طبقة المربى فوقها. هلا مثل ما قلت لكم انا عندي هون مربى الفريز. هلا انتو شو بتحبوا تحطوا؟ فينكم تحطوا شوكولا، نوتيلا، فينكم مربى المشمش، مربى الكرز، بس انا ما عم لكم يعني هسه ان شاء الله بنزل لكم وصفة المبروشة بالمربى المشمش. هلا رح نزل ساوية لهيدي بالمربى الفريز، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتعطوني رأيكم، واذا عجبتكم مشان نعمل تعيد المشمش. مربى المشمش هي الاساس بهي الوصفة، بس انا حبيت احط مربى الفريز. انا ما بدي اخلي الاطراف ابدا يجي على الاطراف، بس بالنص مشان ما تنحرق معنا المربى. هلا هون حطيت، هسه بحط معلقة مشان تعطينا نكهة المربى. هلا رح ساويها معكم وجيب العجينة من الفريزر ونبرشها سوا فوق المربى. يا ريت تضلوا معي مشان فرجيكم الطريقة النهائية كيف بدنا نحطها بالفرن، ولا اسهل من هيك. هلا حبايبي بعد ما جبنا العجينة من الفريزر ماسكت معنا، هلا بيسهل لنا كتير برشا. شايفين؟ هلا كلها بدنا نبرشها فوق هون المربى، بس هيك يعني بنجيب البراشة اللي عنا وبنبرشها هيك. وهلا شوفوا لي المنظر ولا اروع من هيك. هلا نحن وعم نبرش العجينة لازم نتحكم بجات البايركس مشان على كل جهة المربى ينحط معنا من العجينة. عن جد ولا اسهل من هيك. شوفوا لي هلا كل ما عملنا جهة بندير البايركس وبنعلي ايدنا هيك وبنبرش. هلا رح ساويها معكم فرجيكم الطريقة النهائية، يا ريت تضلوا معي. شوفوا حبايبي كيف بعد ما طلعناها من الفرن ولا اروع من هيك. عن جد الريحة خيال بخيال. يا ريت تجربوها وما تنسوني باللايك والاعجاب وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. وشكرا شكرا شكرا من كل قلبي لكل مين تابعني. وهلا رح فرجيكم الطريقة النهائية بس تبرد عنا المبروشة. لازم ابدا ابدا ما نقسمها هلا مشان ما تفرط معنا. وهيك كان الفيديو لليوم، وشكرا لكم، شكرا لمتابعتكم إلي. إلى اللقاء.